في هذا المقطع سنقف على واحد من أغرب الأسئلة التي تلقاها فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. قد سأل أحدهم فضيلته عن ترحم على الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. تصور أن الشيخ حفظه الله يأتي هذا السؤال في آخر عمره بارك الله فيه ونفع الله به. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: سمعت من فضيلتكم في الدرس أنكم تقولون أبو حنيفة رحمه الله تترحمون عليه رحمة واسعة، رحمه الله رحمة واسعة وغفر له، هو إمامنا وقدوتنا، يرضى من يرضى ويغضب من يغضب. سبب هذا السؤال الذي قد لا يفهمه بعض الإخوة أنه نبتت نابتة تدعي الانتساب للسلفية تطعن في الأئمة عموما، وكل من وقع في بدعة فهو مبتدع، بل كل من وقع في مكفر فهو كافر. ومن ذلك هذا السؤال الذي سئله العلامة الفوزان عن فتح الباري للإمام ابن حجر رحمه الله. هؤلاء حسدة لأهل العلم. ابن حجر إمام جليل وعلم من أعلام الإسلام، لا يتنقصه إنسان فيه إيمان أو فيه على الأقل عقل أو ذرة من عقل. وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل. نعم. فهؤلاء طعنوا ولعنوا وبدعوا وكفروا كل من يخطر على بالك ومن لا يخطر على بالك من العلماء والأئمة، بدءا بالإمام الأعظم أبي حنيفة قدس الله روحه، مرورا بباقي العلماء المنتسبين للمذاهب من القرن الخامس الهجري إلى الآن. قطع الله دابرهم وأراح المسلمين من شرهم.